بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ما زلنا نستمتع في حلقات ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، المواقف التي ضحك فيها وبها. فاستمرارا لهذه المواقف الجميلة منه صلى الله عليه وسلم، نذكر ما بقي لنا من القصص. ضحك صلى الله عليه وسلم تعجبا من رجل أحرق نفسه خوفا من الله. يحكي ذلك لنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداة، يعني الفجر، ثم جلس حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى، يعني الظهر والعصر والمغرب، كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الآخرة، ثم قام إلى أهله. فقال الناس لأبي بكر: ألا تسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ صنع اليوم شيئا لم يصنعه قط. قال: فسأله، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا وأمر الآخرة، فجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد، ففضع الناس بذلك، أي اشتد عليهم وهابوه. وذكر الحديث فيه: يقول الله عز وجل: أنا أرحم الراحمين، أدخل جنتي من كان لا يشرك بي شيئا. قال: فيدخلون الجنة. قال: ثم يقول عز وجل: انظروا في النار هل تلقون من أحد عمل خيرا قط؟ قال: فيجدون في النار رجلا فيقول له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا، غير أني كنت أسامح الناس في البيع والشراء. فيقول الله عز وجل: أسمح لعبدي كإسماحه إلى عبيدي. ثم يخرجون من النار رجلا فيقول له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا، غير أني أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني، أو ولدي إذا مت فأحرقوني بالنار، ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكحل فاذهبوا بي إلى البحر فاذروني في الريح، فوالله لا يقدر الله أو لا يقدر علي رب العالمين أبدا. فقال الله عز وجل: لما فعلت ذلك؟ قال: من مخافتك. قال: فيقول الله عز وجل: انظر إلى ملك أعظم ملك، فإن لك مثله وعشرة أمثاله. قال: فيقول: لما تسخر بي وأنت الملك؟ قال: وذلك الذي ضحكت منه من الضحى. هذا حديث طويل عظيم، أشبه ما يكون بدورة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو قام بها جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مدة مكثفة وطويلة، يوما كاملا، كما يسمونه اليوم الدورات المكثفة التي تأخذ اليوم كله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الفجر، ما خرج من المسجد أبدا إلا بعد صلاة العشاء كما ترون. وسألوه الصحابة: لما فعلت ذلك؟ يعني مكث طويل في المسجد. فقال لهم: عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا وأمر الآخرة، يعني كل ما يحصل من أمر الدنيا من أقدار الله عز وجل المفرحة والمؤلمة، وكذلك من أمر الآخرة من نعيم ومن والعياذ بالله عذاب. فجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد، يعني كلهم جمعهم الله سبحانه وتعالى. وكأنه وسلم يتكلم هنا عن أهوال يوم القيامة ففضع الناس، وفيه أيضا حديث الشفاعة الطويل المعروف.
المهم هنا الآن يعني بعد أن شفع من شفع وخرج من خرج من النار، بقي شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى وأمره سبحانه وتعالى بالخروج من كان لا يشرك به شيئا مهما كانت عنده من ذنوب وكبائر، إلا أنه كان موحدا، فأمر الله عز وجل إخراج كل من دخل في النار وكان موحدا، يخرجونه من النار إلى الجنة. وأثناء خروجهم ذكر النبي عليه السلام في هذا الحديث رجلين. الأول عنده حسن التعامل مع الناس ومتسامح يعفو عن الناس، والثاني عنده خشية عظيمة وخوف جليل من الله عز وجل. هذان العملان أنقذا هذين الرجلين من عذاب الله تبارك وتعالى. الرجل الأول قالت له الملائكة: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، غير أني كنت تاجرا فأتسامح مع الناس، فمن كان يعني عنده عسرة عفوت عنه وأنذرته إلى فترة اليسر، ومن كان يعني ليس عنده مال يقضي البضاعة تسامحت أنا وياه، وكان بيننا السماحة، يعني نتفاهم في البضاعة باليسر والسهولة، وكنت ميسرا للناس. فقال الله عز وجل: يسروا له وأسمحوا له. لفظ الحديث أسمحوا يعني كما كان هو متسامحا مع عباد الله عز وجل فكونوا متسامحين معه. وبالفعل خرج هذا الرجل بفضل هذا حسن التعامل. وهذه رسالة لجميع التجار وجميع يعني العاملين في تلك الشركات والمؤسسات، أنها تتعامل مع الناس بالحسنى، ويعني خصوصا في مجال التجارة يعني هناك معاني عظيمة يجب أن تكون يندرج تحتها هذا الحديث العظيم وهو التسامح. فمن التسامح مثلا الصدق والشفافية والوضوح وعدم الغش. فمن التسامح مثلا إنذار الناس إذا لم يسددوا الفواتير في أوقاتها إعطاهم فرصة أن يسددوا، غير أن اليوم أصبح الذين يسددون الفواتير قلة جدا. الناس لا تسدد يا إخواني. يعني شفعت ذات مرة لأحد كبار رجال الأعمال أن يقرض يعني من طلاب العلم فلان وفلان، فقال لي: يا برهان، الناس لا تسدد مع الأسف. هذه مصيبة كبرى أيضا، الناس تأخذ ولا تعيد. لذلك كثير من التجار وكثير من المحسنين فقدوا الثقة في الناس، يعني هم أصبحوا لا يثقون في أحد مع الأسف الشديد. لذلك هذه الأحاديث وأمثالها شوفوا فضلها. يعني الإنسان لا يتصور أن يخرج الإنسان من النار بسبب حسن تعامله، لا بل تصور يا أخي. وهذا حديث صريح في هذا الموضوع لمجرد التسامح. يعني النبي عليه السلام يقول: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وسمحا إذا اقتضى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالسماحة يعني سبب من أسباب. لذلك هذا الموضوع ينبغي على الشركات والمؤسسات التجارية ورجال الأعمال أن يأخذوا به بعين الجدية، لأن الكل سيموت، ومهما كان الشخص ثريا فسوف يأتي يوم من الأيام ويدخل القبر ويترك كل ثروته. وقد رأينا هذا في حياة كثير من المستثمرين والتجار. تترك أنت كل شيء وتذهب، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. أنت تترك كل شيء مهما كنت ثريا، مهما كنت غنيا. هؤلاء ينظروا الملوك، ملوك دول الخليج كلهم ذهبوا، يعني كان عندهم من الأموال ما
يغذي دول بكاملها، ميزانيات دول تركوها وذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى. فبالتالي هذه المعاني يجب أن تكون موجودة وحاضرة بيننا يا أخواني. الرجل الثاني الذي ضحك منه النبي صلى الله عليه وسلم أو ضحك من تصرفه، قال لأولاده: إذا مت وجاءني الأجل أحرقوا جسدي حتى يصبح جسدي رمادا مثل الكحل. يعني شفتم الكحل لونه ليس أسود ولا رمادي فاتح، إنما رمادي غامق، اجعلوني مثل الكحل، ثم خذوا هذا الرماد وذروه في البحر، فبعد الروايات: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. في هذه الرواية في تصريح واضح منه، قال: فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا. وهذا جهل منه، من هذا الرجل. وبعض العلماء قالوا من شدة الخوف والهلع من الله عز وجل في تلك الحالة التي كان هو فيها، حالة الاحتضار، قال هذا الكلام. وإلا رب العالمين خالق الكون وخالق الذرات وخالق الحب والنوى، لا يعجزه أن يعيد هذا الرجل إلى مكانه مرة أخرى. وفعل أبناؤه ذلك، فذروه في البحر، ثم أمر الله عز وجل هذه الذرات أن تخرج من البحر، وخلقه وأعاده كما كان، ثم قال له: لما فعلت ذلك؟ فقال: خشيتك. قال: الخوف منك. انظروا إلى هذا الرجل كيف بلغ به عبادة الخوف والهلع والرعب من الله عز وجل، لدرجة أنه يعني أراد أن يمحي نفسه من الوجود نهائيا حتى لا يمثل أمام الله سبحانه وتعالى خائفا. هذه العبادة التي فقدها كثير من الناس، عبادة الخوف التي فقدها كثير من الناس، أنجت هذا الرجل من عذاب الله عز وجل. بل الله سبحانه وتعالى أعطاه ملك ملك من ملوك الدنيا 10 مرات. قال له: خذ من أموال الدنيا ما يعدل يعني ثروة ملك من ملوك الدنيا 10 مرات. ومع الأسف كثير من الناس إلا من رحم الله يقل عنده هذا الخوف، بل بعضهم ينعدم تماما. لذلك تجده يأكل الحرام ولا يتحرك قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. ما عنده مشكلة يأكل الربا، ما عنده مشكلة يسرق، ما عنده مشكلة يغش، ما عنده مشكلة يزني، ما عنده مشكلة يشرب الخمر، نسأل الله العافية والسلامة. قلة الخوف يعني ذات يوم حدثني أحد الإخوة يقول: عملت عملا لرجل فيما يتعلق بالألمنيوم وبالبناء وبكذا، واتفقنا على المبلغ وبقي مبلغ، فيقول: ما طلني كثيرا. فقلت له: يا أخي، ألا تخاف من الله عز وجل؟ ألا تخاف من الله؟ هذا المبلغ إن لم تعطيني إياه اليوم فسوف تعطيني رغم أنفك يوم القيامة. فقال: خلاص نؤجل السداد يوم القيامة. هكذا بهذه السهولة وبهذا الجرأة والعياذ بالله، قال: خلاص نؤجل السداد يوم القيامة. هذا الرجل الآن ليس في قلبه خوف من الله. لو في قلبه خوف من الله، لو علم أهوال يوم القيامة، لو علم ما يسير شأنه ولا يدري هو أين سيذهب، وحينما يشاهد الكافر يجرجر إلى النار على وجهه، وحين يسحب الناس إلى النار على وجوههم، وحينما يرى كلاليب جهنم يعني تلتقط العصاة على جسر المبني على متن جهنم، ويرى الكلاليب والتي هي حديد تأخذ الناس أخذ إلى الجهنم،
ذيك الساعة سيعرف أنه كان في غفلة. كيف يقول هذا الكلام؟ لذلك انظروا يا إخواني، يعني هذا الرجل لو كان في قلبه خوف ما تجرأ أن يقول هذا الكلام. وكثير من الناس والعياذ بالله يظلم زوجته ويظلم أبناءه ويظلم جاره ويظلم موظفيه ويظلم يعني أصدقاءه. وكثير من الناس أيضا يقع في جرم عظيم من الغيبة والنميمة لقلة الخوف من الله سبحانه وتعالى. هذه نعمة. لذلك من أتاه الله الخشية نعمة عظيمة. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. انظر، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي بن أبي طالب. فيعني زوال خشية العبد ربه من قلبه مصيبة كبرى، ولذلك والعياذ بالله يعني يقع في القاذورات بشكل كبير. فإذا مات انتبه، إذا رأى الملكان ورأى النار ورأى مقعده في الجنة وقد خسره، وينتبه. كما قال الله عز وجل عن الكفار: يا ليتنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. والله عز وجل يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فهذا الرجل لما سأله الله عز وجل: ما الذي جعلك تفعل هكذا، يعني تحرق نفسك بهذه الطريقة وتذرها، هل تظن أن الله لا يقدر أن يعيدك؟ قال: مخافتك. يعني لما هدأ أمام الله قال: مخافتك، يعني ما أوصلني إلى هذا إلا مخافتك. وهكذا تمثل النبي صلى الله عليه وسلم لفعل هذا الرجل وكونه كان خائفا من الله إلى هذا الحد. فاصل ونواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأكارم، عدنا إليكم. كنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضحك فيه بسبب ذاك الرجل الذي أحرق نفسه، واستمرارا للمواقف التي ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. تحكي لنا عائشة قالت: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. وفي رواية قالت عائشة رضي الله عنها: فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فلما خرج الرجل قلت: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت، ثم لم تنشب أن ضحكت معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله، والرواية الثانية رواه الإمام مالك في الموطأ بسند منقطع. والسند المنقطع من الأحاديث الضعيفة طبعا، لكن هذا الحديث أصله في الصحيحين كما ذكرنا. هذا الحديث يدل على أمر مهم من علاقات الناس وأخلاقهم. فطبائع الناس تختلف، فمنهم السهل اللين الرحيم الحكيم، الله يجعلنا وإياكم منهم، ومنهم الفظيع الغليظ سيء الخلق ما تستطيع تصبر معه ولا دقيقة. تجد هذا الصنف من الناس حياته كلها كآبة. تجد أن الناس حوله يعني يجاملونه إما
لجاهه، وإما لماله، وإما لمصالح بينهم، فبالتالي ما تستطيع أن تجلس معه على راحتك، فتحتاج أنك تداريه، ولا تداهنه ولكن تداريه. هناك فرق بين المداهنة وبين المداراة. المداهنة هي المجاملة وترك الفاسق على معصيته دون الإنكار عليه، كأنه هناك رضا منك له. أما المداراة فإنك تتحين الفرص المناسبة لنصحه وتوجيهه، وربما أحيانا تسكت لحكمة يعني يوحيها الله إليك بأن الوقت الآن غير مناسب للإنكار، لأنك لو أنكرت على هذا الفاسق لربما تسبب لوقوع إلى منكر أكبر منه. هذه تسمى مداراة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل من على بعد قال: بئس أخو العشيرة. هذا حقيقة طعن في هذا الرجل، وبيان من النبي صلى الله عليه وسلم حكما مهما في مثل هذه الشخصيات، أنه يجوز غيبة الفاسق. من هنا أخذ العلماء جواز غيبة الفاسق المعلن لفسقه، إذن له بئس أخو العشيرة. وهذه الرواية التي معنا: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. هذا كله كان بسبب سوء خلقه. ولذلك إخواني، يعني حسن الخلق وسوء الخلق من أعظم ما يدخل الإنسان الجنة. حسن الخلق من أعظم ما يدخل النار الإنسان سوء الخلق، نسأل الله العافية والسلامة. والإنسان لا يستطيع أن يحوي الناس بماله، وإنما بحسن خلقه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهنا هذا الحديث العظيم انبسط النبي صلى الله عليه وسلم، هذا انبساط ومداراة. وأيضا هنا توجيه للعلماء وللدعاة يعني الموجهين أن يتعاملوا مع الناس بالحسنى، حتى خصوصا الفسقة، يعني يحاولون أن لا يثيرون يعني شوكتهم أو لا يثيرون حفيظتهم حتى لا يقع منكر. أن بعض مثل هذه الذين يحملون مثل هذه الصفات السيئة تجده لا يهمه أن يرفع صوته في المسجد، ولا يعني يعمل حساب لأن يسب أو يشتم أو يخطئ، لا يعمل حساب لهذه الأمور، لأنه ليس عنده أخلاق ولا عنده تربية ولا عنده معاني عظيمة. لذلك يعني على العلماء وعلى الدعاة والمفكرين أن يعرفوا طبائع الناس، وهذا علم منفرد تماما، أنك تتعرف على طبائع الناس. فهناك الرحيم والحكيم، وهناك الغليظ الشديد، وهناك الغافل، وهناك الداهية الماكر، وهكذا أنواع كثيرة من الطبائع التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فالداعية عليه أن يتعرف على الناس كيف هم طبائعهم حتى يتعامل معهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وليس بالمجاملة والمداهنة. المجاملة والمداهنة مع الأسف وقع فيها ونقع فيها أحيانا، نستغفر الله ونتوب إليه، ترى منكرا ولا تستطيع أن تنكر بسبب المداهنة والمجاملة. نسأل الله أن يغفر لنا ويعفو عنا ويعفو عن مشايخنا. وهذا سببه الخور، وأن يعني تخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فبالتالي تجد الشخص صاحب ضعيف الإيمان مثلي يقع في هذا الحرج فلا يستطيع أن ينكر.
أما قوي الإيمان فهو ينكر ويقول بالحق ويصدع به، ولكن بالحكمة، والحكمة أحيانا تقتضي أن تكون لينا هينا وتوصل، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أو تكون يعني قويا شديدا في الإنكار إذا رأيت المصلحة في ذلك، وأن ذلك سيؤدي إلى إزالة المنكر بكليته. على كل حال هناك ما يسمى فقه الإنكار، ويسمى فقه إنكار المنكر، يعني متى تنكر ومتى لا تنكر، متى يكون الإنكار محرما، ومتى يكون واجبا، ومتى يكون مستحبا، ومتى يكون مكروها. كل ذلك يجب على الإنسان يتعلمه، لكن أيضا هذا كله لا فائدة منه إذا لم يكن عندك طاقة من الإيمان ما يجعلك فعلا تغضب لله سبحانه وتعالى، ويكون عندك علم تضع هذا الغضب وتزنه بالعلم، ثم توفق إلى العمل المبارك. من هذا الحديث نستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم انبسط وضحك، وهكذا أيضا حينما تنبسط وتضحك لجميع فئات المجتمع فإن ذلك له أثر كبير. وربما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب عند المعاتبة، يعني هناك يقولون الابتسامة أنواع: ابتسامة أمل، وابتسامة فرحة، وابتسامة حزن، وابتسامة غضب أيضا. فهل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يبتسم مغضبا؟ هل؟ نعم، حصل ذلك عند قصة كعب بن مالك حينما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وساق الحديث بطوله، وفيه: وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد. هذه سنة مفقودة يا إخواني، يعني كثير من الناس إذا جاء من سفر لا يذهب إلى المساجد، ولعل ذلك أن المساجد تكون مغلقة أحيانا بل دائما بعد أحداث كثير من الأمور أصبحت المساجد تغلق فلا يستطيع الشخص أن يصلي. وعلى كل حال هذه سنة مفقودة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي سنة عن رسول الله مفقودة لا يعمل بها كثير من الناس. أنت إذا جئت من سفر فتذهب إلى المسجد، هذه كانت سنة النبي عليه السلام، وكان يصلي بها ركعتين. قال: وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس، يعني الناس الذين يأتون يسلمون عليه الصلاة والسلام، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون اللي هم المنافقين، فطفقوا يعتذرون إليه، يعني بدعوا وشرعوا يعتذرون النبي صلى الله عليه وسلم ويحلفون له، وكانوا 89 رجلا، يعني من 3 إلى 9، 83 أو 89. فقيل: يا رسول الله، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نياتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. وهؤلاء الأعراب منهم المنافقين ومنهم الكذبة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهم بكامل صحتهم وبكامل نعم الله عز وجل عليهم. قال كعب بن مالك: حتى جئت فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب.
تبسم تبسم المغضب، أحيانا تكون هكذا، أحيانا تكون هكذا. ثم قال: تعال. فجئت حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ ابتعت ظهرك يعني اشتريت مركبك، وجهزت سيارتك، وجهزت أسلحتك، وجهزت كل يعني عدتك، لماذا تخلفت؟ وذكر الحديث. هذا طبعا هذه قصة تعرفونها، قصة كعب بن مالك. قال: والله ما كنت يا رسول الله أقوى ولا أفضل ولا أكمل في ذلك الوقت من لم أكن يعني أكثر قوة ولا أكثر مالا ولا راحة من ذلك الوقت، ولكن الذي خلفني هو الكسل. فاعترف كعب بن مالك بذنبه رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان هذه حقيقة جريمة كبرى وذنب كبير، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجره وأمر الناس بهجره لمدة 2 كاملين، حتى نزلت توبته من الله عز وجل. وعلى 3 الذين خلفوا، وكان معه 2 رجلين شيخين كبيرين. كان ابن مالك شابا، كعب بن مالك كان شابا، وكان ينزل إلى المدينة ويسلم على الناس ويمشي بالأسواق، كانت الدنيا مظلمة في وجهه، كما حكى ربنا تبارك وتعالى: وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت بهم الأرض وضاقوا حتى إذا وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. فكان هذا التبسم يعني نأخذ من هذه القصة تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، التبسم المغضب، التبسم المغضب. وهذا أيضا وارد وموجود في الواقع، أن بعض الناس يتبسم تبسم المغضب في إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى. من السنة أن تعاتب من تحب، فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك عتابا شديدا، وهاجره 2 كاملين، وحتى أيضا أمر زوجته تذهب إلى أهلها. وكان موقفا صعبا جدا جدا جدا، ذلك لأنه تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون عذر. نسأل الله تعالى. واليوم الناس تتخلف عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون عذر. لا أدري ماذا سيكون ردهم وجوابهم حينما يسألهم الله عز وجل وهو القائل: إلا تنصروه فقد نصره الله. فكيف سيكون وضع المسلمين يوم القيامة، خصوصا مسلمي عصرنا هذا، ونحن عددنا 2 مليار، ولكننا غثاء كغثاء السيل، كما وصفنا ذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذه القصة: انظروا إلى غضب النبي عليه الصلاة والسلام، بل إلى غضب الله عز وجل، وأن هؤلاء يعني عذبوا بالهجر. وعقوبة الهجر كان مشايخنا الكرام لما حصلت الفتنة والخلاف في المدينة المنورة ما بين فئة كذا وفئة كذا، كانوا يقولون لنا أن عقوبة الهجر، عقوبة هجر المبتدع أو هجر، هي لا تصلح إلا إذا كان فيها فائدة، إلا إذا كان فيها حكمة. أما إذا كان ليس فيها فائدة، وأن من هجرته لا يتأثر بل يزداد إثما وبعدا، فلا تهجر. يعني بعض الأسر يبتلون بأبناء لا يصلون، فإذا هجر الأب الابن لا يتغير،
بل يزداد بعدا عن الله. فبعد ترك الصلاة يدخل في المخدرات ورفقاء السوء، وربما يعني فر من البيت، وبهذا يكون الأب قد خسر ولده. ولكن الحكمة هنا أنك تصاحب ابنك وتتعامل معه بالحسنى، لا تجامله على المعاصي والمداهنة، لا تنكر عليه وتخوفه بالله باستمرار، ولكن بقدر، بحيث أنه لا يفر من البيت، وفي نفس الوقت لا يقع، لا تتركه أن يقع ويستمر في المعصية. فالتذكير المستمر مع الدعاء هو المطلوب. بعض الناس يهجر ابنه تماما، حتى والعياذ بالله يخرج الابن فيضيع أو تخرج البنت فتضيع. هنا يحتاج حقيقة إلى حكمة وإلى توفيق من الله. يعني أعجبني أحد الآباء أن ابنته شاركت في الحفلات الغنائية والرقص وكذا، فجاء اشتكت إلى الجهات المعنية بأن والدها يمنعها من المشاركة في مثل هذه الحفلات الغنائية الماجنة. فجاءوا إليه وقالوا له: أنت منعت ابنتك من هذا وهذا، نحن سنأخذها منك. فقال الرجل: إذا كانت ابنتي هي التي اشتكتكم لأنها تريد أن تذهب ولأني منعتها، إذن هي ليس ابنتي، هذه ليس ابنتي، خذوها خذوها. هذا الموقف كان موقف قوي من هذا الرجل، وأخذت البنت وذهبت وخسرت أباها، ولا أدري بعد ذلك هل هي إذا ندمت وعادت وتابت أم لا. لكن هو قال: تريدون أن تأخذوا ابنتي، خذوها. هذا الموقف قوي حقيقة، لأنه ابنة عاقلة بالغة تشتكي أباها لأنه منعها من الوقوع في المعاصي والذنوب، ومن الوقوع في البقاء مع الفاسقين والفاسقات. هذا أب صالح. يعني هل يستحق أن تشتكيه إلى السلطات حتى يتم القبض عليه، أو يأخذونها عنوة منه فلتذهب؟ هكذا قال. هذا موقف قوي جدا من هذا الرجل جزاه الله خيرا، يبين فيه يعني كرامته وعفته وقوته وعدم رضاه عن الحرام. الشاهد من هذا الأمر إخواني أن التبسم أنواع، ومنه تبسم المغضب، وقد تبسم النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا على كعب بن مالك لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ثم تاب الله عليه وعلى صاحبيه، ونزلت عليهم الرحمة والسكينة من الله. ثم كان هذا درسا لكل شخص أن لا يتخلف عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت درسنا، صلى الله تعالى أن يجمعنا بكم على خير في الأسبوع القادم. هذا أخوكم برهان سعيد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.